جايين النهارده بريفيو عن المنتجات اللي انا خلصتها. منتجات مختلفه جدا، كلها عن السكين كير، كلها مختصه بالبشره بس. هنتكلم فيها عن كل ريفيو على حده ونشوف احنا خلصنا ايه وايه الحلو وايه الوحش. هتكلم بشكل عشوائي، المنتج اللي هيطلع في ايدي هو اللي هقوله. بس مبدئيا كده، كل اللي مشرفنا ومنورنا في القناه اول مره ما تنساش تضغط على زرار الاشتراك وتفعل زر الجرس وتختار الكل علشان يوصلك كل الاشعارات اول ما انزل اي فيديو. واللي مش مشترك يشترك وتفعلوا لي زرار الجرس وتشتركوا في القناه وندوس على زرار اللايك. بحبكم جدا. يلا نبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اول حاجه يا بيبو معاكي خلصتيها وواضح طبعا من شكلها. الغسول بتاع ديرما اكتيف كلير اللاين اللي مخصص فقط للبشره الدهنيه، هو بيخاطب فقط البشره الدهنيه والبشره المختلطه المايله لدهنيه. طيب ايه يا بيبو، هتحبيه تاني ولا لا؟ هجيبه تاني. انا بالنسبه لي انا كنت واخداه كنوع من انواع العلاج، لان كنت في الفتره اللي انا استخدمته كنت مستخدمه منتجات شركه تانية هتيجي معايا هنا، كانت مبهدله لي بشرتي، طلعت لي حبوب، بوظت لي اصلا حاجز البشره. فكنت الدكتوره هي اللي كاتبه لي المجموعه دي كنوع من انواع العلاج، والغسول كان سوفت، كان بينظف جدا جدا بعمق، كان بيتحكم كمان معايا في افرازات الدهون، ما سببليش اي حساسيه، ما سببليش اي جفاف، ما سببليش اي تهيج. فكان رائع، كان حجمه 200 مللي. وعايزه اقول لكم بس ملحوظه، كل اسعار المنتجات في شركه ديرما اكتيف بجد انا حاسه ان هي في المتناول، في المتوسط، ما بقاش في حاجه رخيصه، ما نقدرش نقول ان بقى في حاجه رخيصه. بس بصراحه لا، هو عجبني جدا جدا وهكرره مره واتنين وتلاته. بصوا خلصان. طيب ايه كمان بالنسبه لك؟ طيب نخش تاني ضمن تاني غسول. تاني غسول، الغسول بتاع ابي، هتكرريه تاني يا بيبو؟ لا 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 لا. متخيلين كام لا انا قلتها؟ ما شفتش منه حاجه وحشه، بس برضه ما شفتش منه حاجه حلوه. يعني انت المفروض حضرتك انت بتقول ان انت غسول موجه للبشره الدهنيه، حضرتك بتقول ان انت بتنظم دهون البشره، حضرتك بتقول ان انت مضاد للبكتيريا، حضرتك ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي كلها. حضرتك كنت مجرد غسول زي اي غسول عادي، لا اتحكمت في افرازات الدهون، ولا كنت بتنظف كويس، ولا كنت بتنظف بعمق، وكنت بحس ان بشرتي ما نطفتش كويس. فلا، لا بكل المقاييس انا مش هكرره تاني الصراحه يعني. طيب ايه تاني؟ بصوا في ده كمان، بصوا خلصان اهو. ده التونر برضو، التونر برضو بتاع شركة ابي، هكرريه تاني يا بيبو؟ لا برضو مش هكرره. بصوا هو مبدئيا انا كشخصية انا اصلا ما بعترفش بخطوة التونر في المنتجات، سامحوني بس انا مش بعترف بيها. بس هو كان جاي في اوفر فور فري، فقلت واي نوت نجربه. حضرتك بتقول ان انت مضاد للبكتيريا، انت بتنقي، انت بتغذي، حضرتك ما بتعملش اي حاجه في الحياه. معلش سامحوني. حضرتك ما بتعملش اي حاجه خالص اطلاقا في الحياه، فلا مش هكررك تاني. طيب ايه تاني ممكن نتكلم فيه؟ بصوا ده برضو خلص. اللاين بتاع ديرما اكتيف كلير، ده الكريم اللي هو هايدرا. بصوا كريم جيل للبشره الدهنيه والبشره المختلطه، وبيديكي مات فينش فظيع. مش معنى ان احنا بشره دهنيه ان احنا مش محتاجين ترطيب، لا بالعكس احنا محتاجين ترطيب، بس محتاجين الترطيب الصح، اللي هو الكريم يكون جيل، الكريم يكون خفيف، يكون بيدينا الفينش والمط الفينش. فده كان حلو قوي، وكان برضو ترطيبه حلو قوي. بصوا يا رب بس يكون فاضل فيه اي حاجه، لا الحمد لله طلع فاضل فيه حاجه. بصوا اهو، بصوا خلاص انت كده رطبتي. بس الموضوع انتهى كده، انت رطبتي البشره خلاص، قلبت مات فينش رائع رائع، بيرطف، ما بيسببش اي حساسيه، بيديك الترطيب. عارفين انت الكريم اللي عارف اللي مطلوب منه وبيؤديه، هو بيؤدي اللي مطلوب منه. فلا الكريم ده حلو قوي، واي حد بشره دهنيه انا ارشحها له وبقوه. طيب ايه كمان يا بيبو؟ طيب ده من اللاين بتاع بلو بيل، ده وايتنج كريم، واضح ان انا مخلصاه لاخر فتفوته زي ما بيقولوا. المفروض ان هو بيفتح، لا ما عمليش اي حاجه من دي ومش هجربه تاني. بصوا هو كان كريم عادي، كنت بستخدمه بالليل، عادي كريم مرطب عادي. يا رب بس يكون فيه، بس مش عارفه اذا كان فيه، لا طلع فيه اهو.
اهو. لا ضعيف جدا، ما بيعملش اي حاجه خالص. ما حبيتهوش الصراحه، او مش ما حبيتهوش، هو ما ادانيش اي تاثير. هو كان كريم مرطب عادي يعني، فما حسيتش فيه باي تاثير اطلاقا، فلا مش هكرره تاني. عايزه اجرب كريمات تفتيح اقوى منه. طيب ايه تاني؟ طيب ده اللي قالب السوشيال ميديا، من اللاين برضو بتاع ديرما اكتف اكتي وايت. ده الكريم بتاع العين، ما فيهوش اي حاجه خالص. انا مخلصاه لاخر فسفوسه اهو، بصوا مخلصاه كله. بصوا الكريم دوت حصل عليه هايب كبير قوي 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 على السوشيال ميديا. قد ايه ان الكريم ده حلو، قد ايه ان هو دوت اللي هيجي يمسح احزاننا زي ما بيقولوا، هيشيل الهالات السوداء. وبصوا خلوه الكريم السحري يا جماعه. نتكلم بالعقل. الحاجة الحلوة هنقول عليها حاجة حلوة، بس بلاش نعمل توقعات زيادة عن اللزوم. يعني أنا واحدة لما كنت بشوف الريفيوهات أنا قلت أنا هجيب ده بقى، أنا هلاقي تحت عيني فلتر، هلاقيه أستيكة. لا ما حصلش كده. هو في الترطيب كان رائع الصراحة، يعني هو كترطيبه كان رائع حلو قوي. عمل حاجة في الخطوط اللي تحت العين الرفيعة؟ لا ما عملش. عمل حاجة في الهالات؟ لا ما عملش. يبقى في الآخر هو زيه زي أي كريم مرطب تحت العين عادي. بس ما اقدرش اقول اكتر من كده. هو الراجل رطب وعمل اللي عليه، لكن لا فتح ولا حسن من شكل الخطوط ولا اي حاجه، فعادي. فبالنسبه لي لا، انا مش هجربه تاني، لانه زيه زي اي كريم عين، خلاص تجربه وعدت. طيب ايه كمان من ضمن الحاجات اللي انا خلصتها؟ اوكي. ده برضو كريم بتاع ديرما اكتف اكتي كلير، بس ده بقى مختلف عن ده. ده كان للترطيب اليومي، فكلنا محتاجين نحطه معانا في الروتين بتاعنا. طب ده بقى اختلافه ايه؟ ده جلوبال كير، يعني هو برضو كريم جيل. ده بقى بيشتغل الناس اللي عندها الحبوب النشطه والحبوب الحمراء. ده بيتحط على الحبايه نفسها. عايزه اقول لكم ده كان خطير بقى معايا في ايه. عارفين الحبوب اللي بتبقى في الظهر والحبوب اللي بتبقى في الصدر؟ ده كان رائع، كان سحر فيها. بس مشكلته حاجه واحده، عشان الناس خلي بالكم انا كنت عامله ريفيو مفصل عن المجموعه وحطها لكم في قائمه تشغيل واحده، كل المنتجات بتاعه ديرما اكتف اللي انا جربتها، فتقدروا برضو ترجعوا لها، حطيتها لكم في قائمه واحده تسهل عليكم. بس لو انت ما دخلتيش، بس يعني نصيحه اتفرجي على الفيديو هيعجبك. كانت مشكلته حاجه واحده معايا، ان هو بطيء، تاثيره كان بطيء. بصوا انا مخلصاه لاخر يعني فتفوته. بصوا الحاجه بجيلكوا بعد ما بكون مخلصاها علشان اعرف اطلع لكم الريفيو النهائي. حلو بس زي ما قلت لكم تأثيره بطيء جدا جدا جدا. فلا الصراحة مش هكرره تاني. كان في بقى منتج سحري هو اللي جاب معايا من الآخر بخصوص الحبوب النشطة، وهو ده اللي أنا وقعت في غرامه وأنا مش هقدر استغنى عنه. هتقولي لي إيه هي بيبو؟ هوريهولكوا دلوقتي. القمر العشق، إنه العشق يا سادة. ده الكريم بتاع آبي اللي بالجلايكوليك أسيد. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. الكريم ده بيجيب من الآخر. الكريم ده مقشر، ده لعلاج الحبوب واثارها، وانا كنت عامله لكم عنه ريفيو مفصل. كريم دوت فعلا هو ده بقى اللي هيجيب بشرتك كفلتر مع المداومه على الاستخدام. اما كان بيطلع لي حبايه كنت بحط منه على الحبايه على طول بالليل وانام. لما كنت ببقى مثلا محتاجه اعمل، عارفين التقشير الخفيف خالص اللي هو على المدى البعيد هيبدا تحس ان وشك بيقشر نفسه بنفسه والبشره بتجدد خلاياها بنفسها، هو دوت. لو انت عايزه بقى كده تحطي منه طبقه كامله خفيفه على البشره كلها، رائع. ما اقدرش استغنى عنه وهكرره. بس هو مش بينزل للاسف، بس هتلاقوه قوامه كل اللي انت عايز تعرفيه عنه هتلاقيه في الفيديو. ده بقى اللي انا مش هقدر استغنى عنه. عشان كده بقول لكم يمكن انا لو ما كنتش جربت ده كنت هحب دوت وكنت هتعامل مع المده، لكن ده لا، ده بيجيب من الاخر وبيلخص في الوقت، فرائع. وعايز اقول لكم سعره كان حلو والله، يعني سعره كان برضو في المتناول مش غالي قوي، فلا ده خطير خطير خطير. طيب ايه تاني يا بيبو انت جبتيه وخلصتيه ونشوف؟ طيب ده الكريم بتاع ابي، الكريم النهاري. بص مكتوب عليه ايه؟ رينوال هيلورونيك اسيد سيرم العنايه بالبشره. المفروض انه فيه هيلورونيك. بيحمي البشره، بيعالج الخطوط الرفيعه، مسام اقل، في اس بي اف 15. انا كده كده مش طالبه منك ان انت يبقى فيك اس بي اف 15 ولا حاجه. وفي طبعا ماده الهيلورونيك، وكانت الشركه مروجاله ان احنا هنحطه برضو. ده الكريم السحري. بص يا رب انا مخلصاه على فكره، بس هو بالتالي مش لا اهو في حاجه بسيطه بس عايزه اوريها لكم. بصوا
مش انا قلت لكم ان انا لما جبت المجموعه بتاعت اكتي كلير الخضراء اللي هي دي، كانت الدكتوره كاتبهولي كنوع من انواع العلاج، لان انا كنت مستخدمه مجموعه دمرت لي بشرتي. ها هي يا ساده، ها هي يا ساده، انها مجموعه ابي هي اللي دمرت لي بشرتي، حرفيا دمرتها لي. بصوا الكريم تقيل جدا على اصحاب البشره الدهنيه. انا مش بذم في المجموعه كتوتال وكعموم الامر، لا، الكريم تقيل جدا جدا على اصحاب البشره الدهنيه. سدلي المسام فعلا، طلع لي حبوب بشعه، دمر لي حاجز البشره حرفيا، حاجز بشرتي اتدمر تماما. هيحبوا مين بقى؟ هيحبوه مين؟ هيحبوه جدا اصحاب البشره الجافه او البشره العاديه او الناس اللي عايزه ترطيب. هو في الترطيب خطير بس للبشره الجافه. احنا البشره الدهنيه نقول له باي باي حبيبي، باي باي، انت ما تنفعش معانا، ما ينفعش معانا بشكل خالص يعني. فلا، مش هجربه تاني ومش هكرره تاني اطلاقا، ومش هاجي ناحيته، مش هاجي ناحيته اطلاقا. طيب ايه كمان كان في من نفس المجموعه؟ الكريم الليلي، ده برضو في بقى 10% فيتامين سي. كمان هو بيروج لحاجه، يعني انا مش مشكلتي معاه ان هو كان تقيل، هو بيروج ان هو بيفتح، بيعالج مسام اقل. حضرتك هو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي اطلاقا، ما عملش اي حاجه، زائد ان هو تقيل جدا بقى على البشره الدهنيه. فلو انت هتجيبيه كاصحاب بشره جافه انت جايباه عشان الترطيب، لكن ما تنتظريش منه ان هو يفتح لك بشرتك، ما تنتظريش منه مسام اقل، ما تنتظريش منه علاج الخطوط رفيع، ما تنتظريش منه اي حاجه خالص غير ان هو مجموعه مرطبه. فلا، مش هجيبهم تاني. بصوا، بس عايزه اقول لكم على حاجه، الكريم الليلي كان اخف شويه في قوامه عن النهاري. النهاري كان صعب، النهاري كان صعب جدا 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 وبهدل لي صراحه بشرتي. فلا، ابي معلش، لا ابي انت مش ثابته موقفك معايا انا بصراحه يعني، فلا. بس خلي بالكم مش معنى كده ان انا بذم في يعني منتجات ابي، بس انا بقول لكم هي مش مناسبه معايا انا كبشره دهنيه. بس انا عارفه ان في ناس هتعمل عليا هجوم وهتقول لا والله ده كان حلو، لا والله ده كان تحفه. انا مصدقاكي والله، انا مش بكدب حد. هو كان حلو معاكي عشان نوع بشرتك انت يعني حصل وفاق بيه. انا نوع بشرتي ما حصليش فيه اي وفاق، فمش معنى كده ان حضرتك يعني، انا مصدقاكي والله. طيب انا قلت لكم برضو ان حاجز البشره عندي اتدمر، اتدمر بمعنى اتدمر، وكنت لازم اجيب له حل. وكريمات السيكا كلها غاليه ومقاطعه زي ما احنا عارفين، وكان من اشهر كريمات المقاطعه اللي كلنا كنا بنلجأ لها ايفا سيكا بلس. خلينا بس واضحين، كان هو اللي بيجيب من الاخر. فبصراحه شركه ديرما اكتف، احييكي 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 ان انت نزلتي لي الاكتي ريبير سيكا كريم. نزلوه وقد كان يا ساده، انه العشق بقى يا ساده. ده من اهم المفضلات بتاعتي، خطير خطير، واضح طبعا ان انا عشقته. فعلا جاب من الاخر. ترطيب ايه، رمم لك حاجز البشره في يومين 3، بيقضي على اي التهاب، ما بقيتش اقدر استغنى عنه، بقى من ضمن المفضلات على طول بقى في شنطتي. الناس اللي بتعمل ليزر لو حصل لها اي حرق، لو حصل لها اي التهاب، الناس اللي هتطلع في الشمس واتحرقت لا قدر الله، بصوا بيهدي، بيلطف، بيجيب من الاخر. فانا ما بقيتش اقدر استغنى عنه. ومن عشقي فيه، الشركه نزلت من الاكتي بيل الفورمولا دي كريم، نزلت من الاكتي كريم دوت الفورمولا الجل. وعلى فكره انا جبته وحطاه دلوقتي تحت الاختبار، واول ما هخلص الاختبار بتاعه وخلصه خالص هنطلع وهنتكلم وهنقول ايه بقى احسن. وخلي بالكم ان الجل مخصص اكتر للبشره الدهنيه، وده بالرغم ان هو كريم الا انه ما سببليش اي مشكله، ما سببليش اي حساسيه، ما طلعليش اي حبوب، ما سدليش المسام. صراحه يعني وقعت في غرامه. فده برضو حلو قوي قوي. طيب استكمالا تاني، ده السيرم بتاع اكتي كلير من اللاين بتاع ديرما اكتيف، خطير. الناس اللي بتعاني من ان هي بشرتها الدهنيه فيها حبوب، الناس اللي عايزه نيسيناميد وفوائد النيسيناميد، الناس اللي عايزه تحسن من شكل المسام، ده العشق يا ساده. برضو انا مخلصاه اهو لاخر فتفوته والاخر قطره، حلوه قوي قوي. هتلاقي كل اللي انت عايزه تعرفيه يعني السيرم دوت هتلاقيه في الريفيو. انا هنا مش بعمل ريفيو، انا هنا بقول ايه الحلو وايه الوحش. فده حلو قوي قوي قوي، جربوه. طيب ايه كمان؟ ده سيرم الهيالورونيك اسيد من سيليت. عايزه اقول لكم ان ده شكل العبوه القديم، لان هم جددوا في شكل العبوه دلوقتي. بس السيرم ده خطير، من احلى السيرمز اللي في سيليت بتاع الهيالورونيك. عايزه اقول لكم بجد شركه سيليت ابدعت
وشابوه. منتجاتها كلها بجد لو ما قلتلكيش ان هي مصريه هتقول ان الكواليتي دي بتاع الشركات العالميه. الكواليتي حلوه قوي قوي قوي. وانا كنت عامله لكم السيرم اللي هو البديل البوتوكس، هتلاقيه على القناه، خطير. حلو قوي قوي. وبرده انا يعني الهيالورونيك ده رائع، بحبه قوي. بيدي جلو، بيدي بلام كده، خطير. ولو عايزين عنه ريفيو مفصل قولوا لي وانا هعمل لكم عنه ريفيو مفصل على القناه. طيب ايه كمان انا مستخدماه من سيلت؟ مستخدمه الريتينول. طبعا كلنا عارفين ان اهميه الريتينول بعد سن ال30 لازم نبدا ندخله في الروتين علشان نبدا نحافظ على البشره، وتبداي تاخري التجاعيد وتاخري الشيخوخه. فسيرم الريتينول بتاعه من اخف السيرمز، فعال جدا. في بقى ميزه حلوه قوي، ان هو ما سببش اي حساسيه. كان خطير بصراحه، تحفه. وباذن الله لو انتوا عاوزين عنه برضو ريفيو مفصل قولوا لي وهعمل لكم عنه ريفيو مفصل برضو على القناه. فكان حلو جدا جدا، هكرره على فكره. طيب ايه تاني؟ عندي الكريم دوت بتاع ابي ده افتر صن. الكريم حلو قوي. ليه بقى حلو؟ لان انت بعد الشمس بتبقي محروقه، فانت بتبقي محتاجه كريم يكون فيه مواد مرطبه وملطفه. وهو بصراحه فيه كده. بصوا، حبيته يعني دوت. مش هقول لكم بقى تقيل على البشره الدهنيه، لا احنا بعد يعني بعد الحرقه بتاعه المصيف وبعد الشمس و بنبقى محتاجين حاجه يكون فيها نسبه الترطيب عاليه. وهو فيه ايه بقى؟ هو فيه الالوفيرا، هو فيه فيتامين سي، فيه البروتين، فهو حلو قوي قوي. بما ان احنا مش هنستخدمه كل يوم فهو هيبقى حلو قوي لمجرد ان انت عايزه ترطبي الالتهاب وخلاص. فهو لا حلو وهينفع معانا كبشره دهنيه، لان زي ما قلت لكم احنا مش بنستخدمه يوميا. فلا حلو جدا جدا جدا. طيب ايه كمان انا استخدمته تاني؟ طيب الكريم الجديد بتاع فير اند لافلي. طبعا كلنا من صغرنا عارفين فير اند لافلي، واختفى شويه عن الانظار وبعد كده رجع تاني. رجع قالوا لك ان هو ضافوا له ان هو بقى كريم معزز بالسيرم اهو جديد. انا جايبه منه الحجم الصغير، ان هم ضايفين له يعني ايه نسبه سيرمز كده زي ما بيقولوا، علشان يبقى بيساعد على تقليل البقع السمراء، وبيساعد على الهالات السوداء، ويديكي بشره مشرقه. وفي فيتامين سي وفيتامين بي 3 وفيتامين اي. هما بيقولوا الكلام ده كله، انا بس عايزه اوريه لكم. هو على فكره نفس الفورمولا بتاعت فير اند لافلي، بس الريحه مختلفه شويه شويه مش هنقول. بصوا الكريم لما بتحطيه بس يكون ظاهر لك بيقلب ايه، مش هقول لك شيمر، لا بس هو في لون، يا رب يكون بس ظاهر لكم. بيديكي كده ايه، مش حبات جليتر برضو، بس يعني بيديكي لون برونز يعني ايه شيمر سيكا يعني. بصي في حبيبات اهي، يا رب بس تكون ظاهره لكم. مش عارفه اذا كانت ظاهره لكم ولا لا، بس هو فير اند لافلي بتاعنا اللي احنا عارفينه، ما فيهوش اي حاجه. مش هكرره طبعا تاني اطلاقا، لان انا اصلا اوريدي ما بحبش فير اند لافلي. انا بس جبته علشان اجربه معاكم وخلاص، لكن لا مش حلو، ما بيعملش اي حاجه خالص. هو كريم عادي، مش هنجربه تاني. انا طبعا لغايه هنا ده الجزء الاولاني من منتجات انا خلصتها. لسه في تاني اجزاء، في منتجات تانية كتير جدا جدا. يعني دوت كان الجزء بتاع منتجات العنايه اللي هي السكين كير بالبشره. لو عجبتكم الفكره قولوا لي، ممكن اعمل لكم جزء تاني. في لسه منتجات تانية كتير انا مخلصاها على فكره سكين كير، ممكن اعملها في جزء تاني. بفكر كمان اعمل جزء بقى للشعر، منتجات الشعر. برضو لو عجبكم قولوا لي. بفكر برضو اعمل سلسله مثلا في البرفيومز، فيعني شوفوا كده وقولوا لي واقترحوا عليا ايه هي المواضيع اللي احنا عايزين نتكلم فيها. نمسك سلسله بارتيشن ونبدا نتكلم فيه ونقول خلاصه تجاربنا مع بعض. انا لغايه هنا طبعا انا وصلت لاخر الفيديو. لو كان الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، وان انتوا تشيروا الفيديو وتوصلوا لاكبر عدد من البنات. واللي مش مشترك يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.